لا شوف، بعضهم بياخذ كلامي من باب العناد. لا لا، على جنب. الحين سوريا يعني انتصر الشعب، ان شاء الله نقول انتصر الشعب. نحن كثير ناس يقولوا ايش؟ يقولوا عقبال صنعاء، غادمون يا صنعاء. يا اخواني بالعقل، نتكلم عقل عقل. الشعب السوري له 10 سنوات يقاتل حرب طاحنة. بشار يبتلك طيران ما لقيت يدك مدن كامل، يرسل لهم براميل متفجرة. مع ذلك قاح الشعب السوري، شعب جبار قاتل 10 سنين ما لقيت جنان. بعدين نالوا النصر، قاتلوا حرروا بلادهم. لكن في صنعاء أو في الشمال صعب 10 سنين يقاتلوا، لا ما فيش، منتظرين دولة ولا أي حاجة ولا ناس ثانيين يحرروا بلادهم. هذا واقع، لا تزعل مني، والله واقع. الشعب السوري ضحى، تشوف كل شيء وله مهر، كل حاجة، كل شيء بالحياة. الراحة هذه جلسة، المهرقة الطفر، تكون طفران صح انك جالس بس طفران. كل شيء له مهر، ما فيش حاجة كذا بلوشي. موضوع صنعاء بتحرر مستحيل، والله مستحيل. الوضع الحالي مستحيل، ان الشعب خزن وشيلات وكلام فاضي، ومنتظر البحرين ولا الامارات ولا. طيب ندوكم سلاح من اول، خسروا لما هنا التحالف، عبرتوها زواجات وقصد ورقص في الجبهات، ولا كذاب؟ أنا حقيقة. طبعا الكلام هذا مش للشعب، الشعب مسكين مواطن مش بيده حاجة. قيادات، رموز، مشايخ ما فيش، كلهم طالبين الله، قال أبوهم إلا من رحم الله. ثاني حاجة، شوف تركيبة في الشمال تختلف. إذا في ناس، شوف أبطال في موجودين، إذا قال بيقاتل بيخونوه من داخل، بيقتلوه ذيك الساعة. ما بيقاتلوا معاه، بيوقفوا معاه، ما فيش. هذه حقيقة، ما حد يوقف معه، لا يمكن، مع الغويهم. في ناس بيزعلوا من كلامي، بس هذه حقيقة. يا رجال طارق لما هرب مش عارف وين هرب لا وين. التقى على قبيلة بالشمال؟ لا. التقى على أبناء محافظة في الشمال؟ لا. مع أن عفاش اللي خلاهم أوادم، خلاهم ضباط السفراء وهم ولا حاجة. حقيقة هذه. هرب للجنوب عارف أنهم أهل عهد، يعني عندهم عهد الجنوبيين، شوف ما عندهم بالخباثة. في الشمال لا، إذا أنت إنسان نزيه وبتحرر بلادك، والله بيدوخوا بك أصحابك منك وفيك، بيفجروا بيتك وبيسحبوك ما بيوقفوا معه، لا يمكن، لا يمكن.